السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السادة المشاهدين، بما أعلنه الكاتب العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي في حصيلة جديدة لارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنا وأقاليم في المغرب، أعلن ارتفاعها إلى 820 قتيلا وأكثر من 670 جريح، في حين أن 205 منهم في حالة حرجة. إلى حدود الساعة 10 صباحا 820 شخصا رحمة الله عليهم، و672 مصابا، 205 منهم في حالة خطيرة. وفي هذا السياق تم تسجيل 394 حالة في إقليم الحوز، و271 حالة بإقليم تارودانت، و91 حالة بإقليم شيشاوة، و31 حالة بإقليم ورزازات، و13 حالة بعمالة مراكش، و11 حالة بإقليم أزيلال، و5 حالات بعمالة أكادير الدوتنان، إضافة إلى 3 حالات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة واحدة بإقليم اليوسفية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.